المعلق الرياضي الشهير الأخضر بالريش بعد تصريحاته ضد المغرب يخرج مجددا ويوجه رسالة خاصة للمغرب والمغاربة. فهل هي رسالة اعتذار من الإعلام الجزائري أم مجرد توضيح لتصريحاته؟ شاهد الفيديو للنهاية لتعرف وتفهم كل التفاصيل، ولكن فضلا وليس أمرا نرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. بعد تقاعد الأخضر بالريش من القناة القطرية بين سبورت وعودته لبلده الجزائر، خرج الإعلامي الجزائري الشهير في حوار مع قناة الشروق، حيث صرح أن المغرب تأهل لكأس العالم 2022 باستخدام الحيلة والكواليس أو الكولسة على حد تعبيره. كما قد لمح أن هناك إمكانية أن يكون المغرب هو السبب في عدم تأهل المنتخب الجزائري لكأس العالم قطر 2022، حيث قال بالحرف: عدم تأهلنا لكأس العالم قد يكون إما بسبب الحكم أو الكاف أو بسبب الجيران، يقصد المغرب. وأضاف أنه لو تأهل المنتخب الجزائري لكأس العالم 2022 لكان قد قدم أداء أفضل بكثير من منتخب المغرب، وكان سيفوز بكأس العالم أو على أقل تقدير كان سيصل إلى النهائي، لأنه كان يمتلك عناصر أفضل بكثير من عناصر المنتخب المغربي. وصرح أنه لحد الآن لم يفهم ولم يهضم كيف تأهل المنتخب الكاميروني لكأس العالم مكان الجزائر، وهو الأمر الذي جعل الأخضر بالريش يتعرض لموجة لاذعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. يخرج الإعلامي الجزائري ويقول أنه مجرد سوء فهم، وأن الحوار كانت مدته أكثر من ساعة، وأنه لم يذكر المغرب سوى لمدة دقيقة فقط، وكان الهدف من الحوار التحدث عن تقاعده ومشاريعه وعودته لبلد الجزائر، وليس الهجوم أو تقليل الاحترام على أي بلد آخر. شارك معنا رأيك في التعليقات، هل كان الأخضر بالريش يقصد الإساءة للمغرب أم أنها مجرد زلة لسان وسوء فهم؟ لا تنسوا رجاء الاشتراك في القناة دعما لنا.